اليوم التاني من محاولة ممكن تفشل أو تغير حياتي. ليلي ما بيعرف، نحن بهي السلسلة عم نحاول نفتح محل من لا شيء وبالدين داخل سوريا. واليوم كان هو يوم التنظيف، فتحنا المحل وجبنا غراض التنظيف من مي باردة لنشرب، لمعطر أرضيات، لكلور، للياف هون ما بعرف لشو، وجبنا صابون كمان يمكن مشان نغسل ايدينا، وجبنا لودالين فرط لأنه أرخص، بتعرفوا انتم مشان نوفر يعني. بلشنا نشيل خيطان العنكبوت لأنه المحل حرفيا كان شبه محجور. وهون طلعت على السقيفة أنا لحتى أخلصها، وكان الساعة 24 وتقولوا كأنه طالع من صحراء الربع الخالي، يعني فيها كمية تراب شي بكب وبيعمي مثل ما بيقولوا. بين ما خلصت السقيفة من تكنيس وشطف وكله على 24 كان شريكي مكنس تحت وبلش شطف، فنزلت وبلشت ساعده. وكان هدفنا انه اي حدا رح يفوت على المحل بعد اليوم يشم روايح حلوة ويقول الله يسلم ايديكم على الشغل. طبعا ما خلينا مكان ما نظفناه، يعني زابوه زابوه او دخلوش دخلوش مثل ما بيقولوا. وبعد ما شفنا أن الموضوع صعب وحسينا حالنا رح نمل، استعنا فورا بصديق ولبانا الصعبة قررت استلمه أنا. أوبس. وهون أنا وعم نضف علم الفلول القديم مشان لما ندهنه على نظافة، وعم فكر حط العلم الجديد أو شعار العقاب الجديد تبع سوريا. شو رأيكم انتو؟ اكتبولي بالتعليقات. وكالعادة إذا حبيتوا هالسلسلة لا تنسوا تتابعوني مشان نكمل المشوار سوا، ولنشوف إذا رح ينجح معنا المشروع أو لا.